اهلا بكم متابعينا الكرام. اذا توقعات اخر توقعات ومخرجات النماذج العالميه العدديه على المملكه المغربيه. تتوقع ربما احتمال عوده العواصف الرعديه خلال ان شاء الله يوم غد الاثنين، وكذلك في التوقعات البعيده هنالك احتمال صعود مدري وصعود رطوبه مدريه قد تعمل على تشكل مجموعه من السحب الغير المستقره والعاصفيه، خصوصا بمناطق الجنوب وكذلك الوسط وحتى بمرتفعات الاطلس الكبير وكذلك المتوسط. غادي ان شاء الله نتعرفوا على جميع التفاصيل، بقوا معنا الى نهايه الفيديو. والتوقعات كذلك تشير الى عوده موجه حر قد تكون قويه بالمناطق الوسطى والسهول الوسطى وكذلك مناطق سوس والاقاليم الجنوبيه والسفوح الجنوبيه الشرقيه. الحراره غادي تقدر توصل حتى ل 43 و 44 درجه. اذا بلا ما نطول عليكم بزاف غادي ندخلوا مباشره في التفاصيل. نسمع متابعينا الكرام توقعات يوم غد الاثنين 24 غشت 2026. تساقطات مطريه ان شاء الله متوقعه على اقصى الشمال الغربي، خصوصا منطقه طنجه وكذلك المناطق ما بين طنجه والعرائش. ستشهد باذن الله زخات مطريه قد تكون معتدله على منطقه طنجه وكذلك البوغاز، مناطق القصر الصغير وكذلك الفحص انجره. احتمال ان شاء الله زخات مطريه خلال ساعات الصباح بسبب تاثيرات المنخفض الجوي المتمركز بشبه الجزيره الإيبيرية. هذه بعض التأثيرات البسيطة لهذا المنخفض، وإن شاء الله خلال فترة بعد الزوال من يوم غد الاثنين تتشكل مجموعة من السحب الركامية الرعدية المحلية بمرتفعات الظلال بني ملال، كذلك مرتفعات ميدلت بولمان، كذلك ميسور وبمناطق الجهة الشرقية خصوصا إقليم فيكيك. فاحتمال إن شاء الله زخات مطرية وعواصف رعدية خلال فترة بعد الزوال. بالنسبة ليوم الثلاثاء إن شاء الله 25 غشت 2026 قد تظل بعض السحب المدارية أقصى الأقاليم الجنوبية خصوصا إقليم أوسرد، احتمال تعطي بعض الزخات المطرية العاصفية. وبعد الزوال تظهر سحب ركامية بالأطلس المتوسط وكذلك الأطلس الكبير، احتمال قطرات مطرية رعدية. والأجواء مستقرة بأغلب جهات وأقاليم المملكة الأخرى. خلال يوم الخميس ب 20 غشت 2026 قد تصل بعض التساقطات المطرية والسحب الكثيفة إلى السواحل الشمالية لبلاد الواقعة شمال مدينة الجديدة. كما كتشوفوا قد تعطي قطرات أو زخات مطرية ضعيفة خلال ساعات الصباح، كذلك على منطقة طنجة من جديد، كذلك العرائش ومناطق القصر الصغير، مناطق الفحص أنجرة، مناطق المضيق والفنيدق، فاحتمال بعض القطرات المطرية المتفرقة. إن شاء الله بقية الأيام خلال يوم الجمعة وكذلك يوم السبت 29 غشت 2026 فالأجواء ستكون مستقرة إجمالا، وسوف تبدأ بوادر صعود سحب مدارية على أقصى الأقاليم الجنوبية. كما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام صعود سحب مدارية ستعطي زخات وعواصف رعدية على أقصى الأقاليم الجنوبية كما تلاحظون من خلال خريطة العواصف الرعدية. وكذلك حتى يوم الاثنين 31 غشت 2026 فاحتمال بعض العواصف الرعدية على السهول الغربية للأطلس وكذلك بمرتفعات الريف وشمال منطقة الشرق، فاحتمال ظهور فرص العواصف الرعدية. كذلك حتى يوم الثلاثاء الأول من شهر شتنبر ويوم الأربعاء وكذلك الخميس فاحتمال إن شاء الله ظهور فرص العواصف الرعدية وربما صعود مداري خلال يوم الخميس 3 شتنبر 2026 بمناطق جنوب البلاد وكذلك المناطق الشمالية الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وبالمرتفعات صولة الصغير وكذلك الكبير والمتوسط ومرتفعات الريف والمنطقة الشرقية والسهول الواقعة غرب الأطلس. فاحتمال متابعينا الكرام أن نشهد بعض الزخات والعواصف الرعدية نتيجة لصعود الرطوبة مدارية بحول الله بهذه المناطق. حتى يوم الجمعة 4 شتنبر 2026 كما كتشوفوا سحب مدارية على الأقاليم الجنوبية وكذلك ظهور سحب وخلايا غير مستقرة بالأطلس الكبير والمتوسط ومناطقه الشرقية المجاورة. المهم الخوت التوقعات راه بعيدة وممكن تبدل وغادي تبدل بطبيعة الحال، لأن التوقعات البعيدة كنعرفوا أنها كتبدل، ولكن بالنسبة لآخر التوقعات راه مبشرة بصعود رطوبة مدارية ستعطي زخات وعواصف رعدية محلية. بالنسبة لإخوان درجة الحرارة غادي نشهدوا ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال أواخر هذا الأسبوع كما كتشوفوا معنا، خصوصا أيام السبت وكذلك الأحد 29 و 30 غشت 2026 كما كتشوفوا بالسهول الأطلسية الوسطى خصوصا سهول تادلة والرحامنة مراكش، كذلك قلعة السراغنة مناطق سوس الداخلية درجة الحرارة كما كتشوفوا ممكن توصل حتى ل 42 درجة بمناطق سوس، وكذلك السفوح الجنوبية الشرقية خصوصا إقليم طاطا قد تصل إلى 44 درجة. حتى المناطق ديال السايس مناطق فاس مكناس تازة كذلك بالمناطق الداخلية الشمالية كذلك شمال منطقة الشرق درجة الحرارة غادي تكون في أواخر الثلاثينيات.
غادي تبقى درجة الحرارة مرتفعة كما كتشوفوا خلال يوم الاثنين. آخر أيام شهر غشت يبدو أننا في أواخر شهر غشت قد نشهد موجات حر متوسطة إلى قوية خصوصا على مناطق سوس، قد تصل إلى 45 درجة بمناطق تارودانت، مناطق قلميم قد تصل إلى 41 درجة، ومناطق السمارة الداخلية والصزاق وكذلك طاطا درجة الحرارة فهي في بداية الأربعينيات، وكذلك بالسهول الشمالية والوسطى الواقعة غرب الأطلس خصوصا سهول السيس، هضاب الفوسفات وتادلة ومراكش وشيشاوة وكذلك الرحمنة، وكذلك مناطق شمال منطقة الشرق مناطق تاوريرت جرادة قرسيف وبجدة درجة الحرارة غادي تكون إن شاء الله قد تصل إلى 40 درجة. وهذه الحرارة الخوت ممكن تبقى متواصلة حتى بداية شهر شتنبر الأول من شهر شتنبر بنفس المناطق بالأقاليم الجنوبية الداخلية للبلاد. فحتى التوقعات الموسمية ديال بداية شهر شتنبر يتبين أن المملكة غادي تكون فيها درجة حرارة أعلى من المعدلات، وربما تبدأ درجة الحرارة بالانخفاض خلال يوم الجمعة 4 شتنبر 2026 بالمناطق الشمالية وكذلك الوسطى بشكل تدريجي. تفاصيل أوفى في التوقعات إن شاء الله القادمة.